قال يقول لك محاسبة لفلول النظام ولا العلوية، ليش ما تكون المحاسبة للسنة أيضا؟ ولا لا؟ ولا أنا غلطان؟ أو يجي واحد يكفرني مثلا. الويسي وزير العدل شفتوا بالفيديوهات كامش الساطور وماشي. أصلا احنا انتقدنا من الدكتاتور الحكم حامل الساطور. إيه؟ الويسي وزير الدفاع، محافظ دمشق مروان مدري ماهر مروان، وزير الدفاع ابو كرش مدري ابو طفره مدري ابو جعجاع وبعباع. نفسه هذا الشرع والقرع، مولاني وفرطاني جولاني. طيب ليش ما يتحاسبون؟ ايديهم ملطخه بدبس بندوره مثلا، يعني مثلا سؤالي مش ما يعتبر دم؟ كان دبس بندوره مثلا من معامل دبس البندوره بازرع مثلا، بدرعه مثلا او بسويده. ايش انت لما تحاسب يابا حاسب الكل لما تريد تحاسب. وبعدين انت تحاسب مين؟ تحاسب اقليات كامله لو جمعتها 75% من الشعب السوري. ليش المحاسبه بس للعلوي، للكردي، للدرزي، للمسيحي، للاسماعيلي، لليزيدي؟ ليش المحاسبه ما تصير للسني؟ لم ارى سنيا واحدا تمت محاسبته ابدا، مع انه الجيش بشار ترى 90% سنه، الوزاره الداخليه 90% سنه، فرع باب مصلى المخابرات 90% سنه. شنو كانوا كفار؟ هم كلهم سنه هذول. وين محاسبات أين محاسبات أهل السنة في سوريا؟ معلش خلونا نكون واقعيين. بعدين بدي أوضح معلومة، السنة أكبر طائفة في سوريا نعم، ولكن المفهوم غلط لما تقول 80%. لا، مو 80%، لا. السنة يا حبيبي، وفي فرق بين السنة والدعاتشة اللي تحكم البلد مشان يكون علمك. اليوم السنة أكبر طائفة مقابل طائفة واحدة، إذا قارنتها بأي طائفة هي كبيرة أكبر، تطلع أكبر منها. لكن لو جمعت كل الطوائف، الدرزي والعلوي والمرجدي والإسماعيلي والقومية الكردية وقوميات أخرى والمسيحي، راح يطلعون 75%، والسنة أقلية 30%. وحتى العلوية يعني في منهم، هم أغلبهم يعني مسلمين، بس أنتم ما تفقهون أساسا. لكن الأقليات لو جمعتهم مجتمعين كلهم الأقليات أقصد فيهم 75%. كيف تقصيهم؟ كيف تعاقبهم؟ كيف؟ هذا شعب كامل. انت اليوم توجه سلاحك ضد شعب كامل، وداير مؤخرتك ومفرطك وصرمك للاحتلالات، وقاعد على الخازوق العثماني وتنفذ اجنداته. انت شلون تحسب الناس وانت اكبر خاين سلمت البلد للمحتلين؟ يعني معلش، كيف تكون رئيس وانت مصنف على لائحة الاقحاب على اللائحة السوداء؟ انت كيف تكون رئيس والبارح كنت حامل السيف؟ وكيف تكون رئيس وتحط ألوية وعمداء ويمسكون الجيش من ناس من الأفغان جايين شايلين معالق يريد يتغدون مع الرسول، وجايين مجاهدين وليس مواطنين، جايين يجاهدون ضد الأقليات اللي نسبتهم 75% من الشعب السوري. هذا الكلام ما أدري. هاي المجموعات لا تملك عقلية الدولة اليوم، تملك عقلية جماعات، ناس ملثمين، سيارة موهة بوحل، متعددين جنسيات، حرامية، لصوص، قطاع طرق. لأنه براسهم لو فتحت راسهم تلاقي الفكرة القديمة القرشية منذ زمن بعيد، يعني خطف وسلب ونهب ودواس ظلمة وغيران وجحور، حتى ما يعيشون في الجبل مثل دروز ولا العلوية ولا حتى الكرد في جبل قنديل. دائما ختاخيت، غيران، ناس جبناء، لصوص، مرسينرز، مرتزقة، متعددة جنسيات. قال شو يحاسبون العلوي؟ طيب تحاسب مين؟ النظام راح، ما في علوي شايل ضدك سلاح الآن، أنت تحاسب ناس على دينها لأنه دينها مختلف عنك، بس للأمانة. وهذا الكلام ترى لازم الكل يفهمه، أنه الأقليات لو مجتمعين 75%، احسب ورقة وقلم عندك شوف الإحصائيات. أنا 30% أنت السنة، وأنت لا تمثل السنة اليوم، أنتم دعادشة للأمانة، لا تمثلون حتى السوريين. فهاي المحاسبة في سوريا ترى غريبة عجيبة. وبعدين مين هذا اللي يحاسب؟ اللي يحاسب مطلوب دولي، أنا مصنف على اللائحة السوداء وكان ماسك الساطور وماشي، وكنا شفنا فيديوهاتكم، والآن أنتم رتب عليا في الدولة، ما تخجلون لما تحاسبون؟ ولا قال حكومة الشرع وشيباني. شيباني منو هذا؟ شيباني هذا عرب الصفقات لبيع سوريا، كان مع الشرع بإدلب وكذا، وإدلب حولها الشرع من 7 سنين لحارة قرباط مليانة سجون رأي، كل واحد يخالفه يسجنوا، جوع، فقر، والآن في ضرائب. منو هذا الشرع؟ منو هذا الشرع؟ هاي سوريا العظيمة المتنوعة الرائعة الجميلة يحكمها ناس راسهم ولحيتهم مليانة قمل. لا لا لا، كثير هيك. لا والأقليات اللي يشكلون 75% من الشعب السوري يعتبرونهم كفار. لا، وجابوا ناس من برا يقتلون أهلنا وناسنا، وفوت التركي وفوت وحل الجيش وأسقط الوطن ولم يسقط النظام. هذول خونة يبا. قالوا محاسبة، تحاسب مين؟ وبعدين أي دين هذا تفرضوا بالمناهج على الدرزي؟ شلون الدرزي الصبح يقول لك الله أكبر وقائدنا محمد، العلوي، المرجدي، المسيحي، اليهود، البلدين؟ شلون يعني؟ ليش
ليه؟ هذا المنهاج الاسلاماوي، الاماره الاسلاميه المتشدده هذه لا تمثل المسلمين. هذول سماهم الرسول خوارج وسترحلون. قال محاسبه، قال عو عو محاسبه، محاسبه. انت اول واحد يجب ان تعلق حبال المشانق في ساحه المرجع لكم كلكم. وانتم كلكم لو رحتوا على الخليج بس سجون. روح شوف سجن الحاير، اشكالكم كلهم بس سجون. الراشد، هيئه الامر بالملفوف والنهي عن البرجر وكذا. نفس فكرك بالسجن السعوديه. شوف السعوديه يلي والخليج يلي تاريخهم ما يمتد ل100 عام، ما كان في شيء صحراء. شوف شلون ترقوا وجابوا كريستيانو ونيمار، رياضه، فن، كذا، جينيفر لوبيز، رائعين. شوفك انت اليوم تغلف الناس بالشوارع، والما يتغلف وتحجبها وتخمرها، والمرأة عورة، وممنوع العطر، وممنوع تقول لواحد مرحبا، ممنوع تشخ على الواقف، ما في اي حريات بعد الثورة، والمرأة عورة. واي واحد يخالفكم بل كاتم، استعينوا بقضاء حوائجكم بالكتمان. يقول لك هكذا قال عليه الصلاة والسلام، بالكتمان، مش كاتم الصوت تروح تقتل العالم و4 سنين دستور وبعدها 3 سنين. ايش؟ مشان تصفيك تمام عرقيا، خالصين نطلع وتستلم. شيء خطير صراحة يجب مواجهته. أتمنى أن لا تبقوا أكثر يعني من اللازم. أتمنى هاي الأشكال الهندسية لا تمثل لا سوريين ولا سنة ولا تمثل حدا. هناك فرق بين السني والدعدوشي، هناك فرق بين الحريري في لبنان يلي ما فرض الدين، وبينك أنت اللي تريد صرم المرأة ويا أختها وغطي صرمك، وتريد تتطور من تغليف المرأة والتضييق على الناس وتكفير الآخرين. أنتم خطر على سوريا والعالم. وانصح كل الدول ما تطبع معهم ولا تتعامل معهم. هاي الاردن سمحت للسوريين بالسفر لعندها. بكره يا الاردن تشوفين شلون يعشعش عندك كل يوم الخراب والدمار، وجاي الايام. مصر كانت حكيمه، الامارات كانت حكيمه. اتمنى من الدول ما تطري علاقتها مع هاي الاشكال، لانه هاي الاشكال راح تجر الخراب لبلدانكم بفتوى وحده. فتوى وحده منهم يعطون اعازه اللاجئين مثلا في السعوديه، مثلا 1,000,000 لاجئ، فورا يتبعونهم وبالتالي يزعزعون امنكم. وبكره تشوفون شوارعكم مشتعله، سيارات مشتعله من هؤلاء، وبكره تشوفون هؤلاء خطر على سوريا وعلى المنطقه وبالتالي على العالم. انا حذرتكم.